السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أحلى متابعين مطبخ ماجي وجوجو. أهلا بكم في فيديو جديد. شايفين طاجن الفراخ دي، أوراق فراخ في الفرن في حلة واحدة بطريقة سهلة هتعجبكم بإذن الله. هتنفعكم لعزومات رمضان أو أي وقت فيه كوني أنت مستعجلة وعايزة تعملي أكلة سهلة. الأكلة دي منجزة وهتعجبك بإذن الله. الأول نصلي على الرسول ويلا نبدأ. هجيب أوراق فراخ وأقطعها كده بالطول او اعمل فيها الشقوق دي. بعد كده هجيب خضار، طماطم، بصل، فلفل اخضر، واحط عليها بهارات، بابريكا، بهارات فراخ، كمون، فلفل اسود وملح وزيت وعصير ليمون وحبة مية واضربهم في الخلاط. ترين 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 تمام. هاخد جزء من التتبيلة دي اتبل بيها وراك الفراخ واحط فيه الشقوق اللي انا عاملاها دي علشان تتبل كويس. ممكن اسيبها شوية وممكن اشتغل بيها على طول. بعد كده هجيب صينية احط فيها خضار. عندي بصل، شرايح طماطم، فلفل اخضر وبطاطس. بعد كده هاخد جزء من التتبيلة وهعملها بيها، احطها على الخضار، اتبل بيها الخضار. هجيب كوباية مية احطها على الخضار واظبط ملحي وفلفلي. بعد كده هحط وراك الفراخ اللي انا كنت متبلاها هحطها عليهم. بعد كده هغطيها بورق فويل وهديها غلوة على البوتاجاز من فوق. لو انا ما عنديش فرن ممكن اسويها على البوتاجاز من فوق، لكن لو عندي فرن هدخلها الفرن يكون مسخناه قبل كده. وده شكلها لما طلع من الفرن. شايفين شكلها تحفة وطعمها تحفتين. شامين الريحة واصله لكم؟ قولوا شامين يا احلى متابعين. ودي كانت وصفة النهاردة، وصفة سهلة. أوراق الفراخ في الفرن، جربوها واحفظوها لرمضان بإذن الله. كنت معاكم ماجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو. أشوفكم في وصفات تانية جديدة. أسيبكم في رعاية الله وأمنه. مع السلامة.